السلام عليكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. امبارح بالليل اتوفى لاعب نادي فيوتشر المصري أحمد رفعت. البقاء لله، بنعزي أهله وبنعزي أمه بالأخص. ربنا يصبرها يا رب على فراقه، ويا رب ارحمه واغفر له وكفر عن سيئاته واجعل مأواه الجنة، اللهم آمين. يا ريت يا جماعة كل اللي يشوف الفيديو ده يدعي له، لأنه ولد طيب جدا وولد غلبان وما كانش يستاهل اللي بيجراله من أذى من بعض المسؤولين الرياضيين عندنا في مصر. لكن الموت ده بتاع ربنا، محدش يقدر يعترض عليه، قدر الله ما شاء فعل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب اللي مش عارف قصة أحمد رفعت، انا هقول لك سريعا كده القصه ايه. القصه ان احمد رفعت ده لاعب بيلعب في نادي فيوتشر اللي هو حاليا نادي مودرن سبورت. وفي شهر مارس اللي فات احمد رفعت اثناء المباراه وقع فجاه بدون اي مقدمات، وقتها قلبه وقف ساعه ونص. كانت معجزه كبيره جدا ان احمد رفعت يرجع للحياه تاني بعد ما قلبه وقف ساعه ونص. وقام احمد رفعت الحمد لله رب العالمين بفضل الله وبرحمته، ثم بدعوات المصريين كلهم وقتها. وبعد كده عمل عمليتين في القلب. ومن حوالي اسبوع طلع في حوار اعلامي مع الاعلامي ابراهيم فايق، وخلال الحوار ده احمد اتكلم عن السبب اللي وصله لكده، ولمح كده من بعيد ومرضاش يتكلم صريح ان السبب في الكلام ده كله اللي حصل له هو مسؤول رياضي، وان هو السبب الاساسي في الازمه اللي حصلت له دي كلها. وقتها احمد مرضاش يتكلم على اساس ان هو الدكاتره خلاص قالوا له ان انت بقيت كويس، وان انت داخل ممكن ترجع تلعب كره تاني، وان شاء الله في سفرات لالمانيا، وان ممكن ناس تساعدك والناس تقف جنبك. فاحمد تقريبا في الفتره دي قرر ان هو ما يتكلمش، لكن اشار كده من بعيد على بعض الاسماء. لكن تفاجأنا امبارح بالليل ان احمد توفاه الله، البقاء لله، انا لله وانا اليه راجعون. وكأن احمد قام من الموت، ربنا جعل رسالة لينا ولكل الرياضيين المصريين. قام من الموت علشان يجي يقول الرسالة دي قدام الكل على شاشات التلفزيون، علشان احنا من اللحظة دي نبدأ نفكر بجد ونبحث ورا كل مشكلة كانت سبب في ان احمد يتوفاه الله بالشكل ده، بالأزمة النفسية دي، وان ده ممكن يكون لعيبة كتير جدا وقعت فيه بس ما بتتكلمش. احمد رفعت ربنا رجعه من الموت علشان يجي يبلغنا برسالة ويقول لنا خدوا بالكم ان في فساد في المنظومة دي، واحنا كلنا عارفين الكلام ده، بس ده طلع واتكلم على اشخاص بعينها. المهم بعد وفاة احمد رفعت على طول طلع الناس بدأت تتكلم، كل الناس على السوشيال ميديا تتكلم في مين السبب ومين اللي اشار اليه احمد رفعت في الحوار مع ابراهيم فايق، مين هو المسؤول الرياضي ده. كل الناس وجهت الاتهام لشخص واحد بس، هو النائب احمد دياب رئيس رابطة الاندية المصرية. وفعلا ابراهيم فايق عمل حوار امبارح بالليل مع وكيل اللاعب نادر شوقي، ولما طلع اتكلم قال فعلا ان احمد دياب هو السبب. وفي نفس الحوار عمل اخو احمد رفعت مداخله وقال ان السبب الرئيسي اللي كان بيشير اليه احمد رفعت هو النائب احمد دياب. طبعا احمد دياب دخل واتكلم وقعد يحكي ويقص من القصص الكثير. هو ونادر شوقي توهونا بصراحه، ما عرفناش الحقيقه منهم. لكن انا تابعت حوار لمحامي احمد رفعت مع الاعلامي هاني حتحوت. المحامي ده جاب من الاخر، حكى القصه بالظبط وقال المشكله فين ومين اللي ساعد ومين اللي ما ساعدش ومين اللي كان السبب الرئيسي في الازمه دي مع احمد رفعت. احمد رفعت عشان الكل يبقى فاهم ان ده ولد غلبان مسكين ما يعرفش حاجه، طيب على نياته، والناس المسؤوله ديت استغلت طيبته واذته جدا، ولما وقع في الاذى وفي الغلط خلعت نفسها منه وعملوا نفسهم ولا كانهم يعرفوا. الولد تعب نفسيا ووصل لمرحله ان هو كمان يلعب وهو مضغوط نفسيا بالشكل ده في اول يوم في رمضان، فيقع يطب ساكت، قلبه يقف لمده ساعه ونص زي ما الدنيا كلها شافت. انا بقى وجهة نظري ان اتنين ملامين في الموضوع ده، احمد دياب ونادر شوقي. انا عارف ان في ناس كتيرة مش هيجي على بالها نادر شوقي خالص، لكن نادر شوقي ده وكيل لاعب احمد رفعت ووكيل لاعبين كتير جدا في الدوري المصري. ما كنتش انت تكون وكيل لاعبين مصحصح فايق مركز مع القوانين، مركز مع كل التفاصيل، لما تطلع اللاعب من عندك وتجيب له عقد احتراف بره تبقى مأمنه تأمين تام. اللاعب مش مهمته يقرأ القوانين ويشوف ويتابع ويعمل ويخلص الأوراق، انت كوكيل ليه انت اللي المفروض عليك الدور ده، وانت علشان كده بتاخد فلوس. اللاعب المفروض يكون مركز في شغله وبس، في الكوره وبس. كل الاجراءات اللي كانت بتتم دي واللي احمد رفعت اتحط فيها كان المفروض الاستاذ نادر شوقي هو اللي يكون ملتزم بيها وهو اللي يكون مصحصح فيها جدا. فان كان حصل خطأ لاحمد رفعت وقتها فانا بحمل نادر شوقي المسؤوليه كامله. حتى لو احمد دياب ضحك عليهم، حتى لو اي مسؤول في الدوله ضحك عليه، هو نادر شوقي هو المسؤول عن احمد رفعت، وبناء عليه هو بيتقاضى اجر وراتب على الكلام ده. اما بقى النائب احمد دياب اللي اشار اليه احمد رفعت الله يرحمه، فده كان رئيس نادي فيوتشر السابق. وقتها طلعوا اعاره للنادي الوحده، ولما طلعوا اعاره للنادي الوحده جاب له خطاب كده
ما يسواش اي حاجه خالص. خطاب لا هو موثق من القوات المسلحه، علشان احمد رفعت المفروض ان هو تابع للتجنيد، لسه مازال يطلب للتجنيد، فلازم ياخد موافقه منطقه التجنيد قبل ما يسافر في اي مكان. هو ده القانون عندنا في مصر. النائب احمد دياب اخدهم لما كانوا رايحين بيلعبوا مباراه في ليبيريا في افريقيا، وعمل للولد تصريح بان هو يسافر يلعبوا مباراه واحده بس. سفروا على الامارات وقال له روح انت مالكش علاقه باي حاجه، انا هخلص لك كل الاجراءات. فبناء عليه الولد سافر لانه عايز يحقق حلمه. الراجل جاله طالع عن طريق رئيس النادي، ورئيس النادي ده حد مسؤول ونائب كبير ورئيس مجلس اداره النادي اللي احمد رفعت كان بيلعب فيه. فطبيعي احمد رفعت صدقه وطلع قال له يعني مفيش مشاكل. قال له انا هحل لك اي مشكله. فقال له مالكش دعوه، انت روح انت احترف وعيش واتبسط وانا هحل لك كل المشاكل. للاسف هو سفره من هنا وكان معاه جواب معايشه مش جواب احتراف. منطقه التجنيد ما بتهزرش وملهاش علاقه بالكلام ده كله، لان اللي طلب منهم انه يكون معايشه لمده شهر تقريبا او حاجه زي كده او 3 شهور. يبقى الولد المفروض يطلع ويرجع بعد انتهاء المده، لازم يمثل قدام منطقه التجنيد وياخد تصريح من اول وجديد ويسافر تاني. الولد ما كانش يعرف اي حاجه عن الكلام ده، ورئيس النادي بتاعه ساب الموضوع ولا عرف يتصرف. كان على امل ان هو ممكن يتصرف لكن ما عرفش يتصرف طبعا، لان الجيش ما بيهزرش في الامور دي. ولعلمكم الجيش لو كان الطلب منه ان احمد رفعت هيطلع احتراف ان شاء الله سنه سنتين كان هيديهم الموافقه مفيش مشكله، لكن هو ما طلبش منه كده. بس فنرجع للنائب احمد دياب. نائب احمد دياب اخذ السبوبه الحلوه المحترمه من اعاره الولد وحط الولد في مأزق وسابه هناك يخبط دماغه في الحيط هو ونادي الوحده. نادي الوحده لما حس بالمشكله وحس بالورطه اللي اللاعب فيها سابه وقال له توكل على الله، واداله كمان قيمه عقده المتبقيه. كتر خيرهم. رجع احمد رفعت. اول ما رجع لازم كان يمثل قدام القضاء العسكري، راح وحضر قدام النيابه العسكريه واتحقق معاه، وبناء عليه وبناء على حسن النيه اللي كانت عنده وقدموا مذكرات هو والمحامي بتاعه، واتحكم عليه باقل عقوبه اللي هي شهرين. الشهرين دول المفروض ان هم يكونوا حبس، لكن الاداره العسكريه وقتها حست بظروفه وخلته يقيم في المركز الرياضي التابع ليها، وكان يعتبر عايش في فندق بيتمرن، في دكاتره بتشوفه. الدنيا كانت تمام الشهرين اللي هو قعدهم في المركز الرياضي العسكري. وعلى اثره خلص الشهرين مباشرة رجع لنادي فيوتشر، بدأ يلعب. لعب أول مباراة قبل رمضان. النادي أولا كمان أنا بحمله المسؤولية كمان معاهم، لأنه ما اهتمش لأمر اللاعب ولا عرف إن هو تعبان نفسيا. المفروض إن هو ما يلعبش، المفروض إن هم كانوا يجيبوا له مؤهل نفسي يأهله نفسيا الأول من الضغوط اللي كانت عليه، لأن الولد كان في الشهرين دول كان سايب أمه لوحدها وكان دايما شايل همها، وكان الموضوع مأثر فيه نفسيا جدا. أحمد لما خلص الشهرين اللي هم العقوبة بتاعته رجع على طول نادي فيوتشر. لعب اول مباراه محدش قال له لا. تاني مباراه كانت اول يوم في رمضان، هي دي اللي وقع فيها وطب ساكت. ازمه قلبيه 1.5 ساعة قلبه متوقف، وفي معجزه كبيره ربنا بيرجعه للحياه تاني. لكن ربنا رجعه برساله واحده بس علشان يطلع مع ابراهيم فايق ويشير على المسؤولين الفاسدين اللي هم كانوا سبب في ازمته النفسيه، وهم اللي كانوا سبب في وفاته، وان هو يقول لنا خلوا بالكم ممكن غيري يحصل فيه الكلام ده. فانا دلوقتي بطالب الدولة المصرية، بطالب النيابة، بطالب كل المسؤولين في وزارة الشباب والمسؤولين في الدولة ان هم يحققوا مع احمد دياب، يحققوا معاه ومع اي مسؤول كان سبب في ازمة احمد رفعت. والقصة مش علشان وفاة لاعب، لا، في ناس كتيرة بتموت وياما في لاعيبة ماتت وهي دي سنة الحياة. لكن موقف احمد رفعت ربنا بعته لنا عشان كلنا نقف وقفة رجالة بجد، علشان ننقذ اللي باقي من المنظومة الرياضية ونحافظ على باقي لاعبتنا اللي موجودين دلوقتي في الدوري المصري. فأنا أتمنى التحقيق مع المسؤول الرياضي الكبير رئيس رابطة الأندية المصرية النائب أحمد دياب، ومع أي مسؤول كان السبب في أزمة أحمد رفعت، علشان دي تكون البداية اللي فعلا فيها نقضي على الفساد المستشري في المنظومة الرياضية في مصر. وأتمنى من النادي الأهلي ونادي الزمالك وجميع الأندية، وأتمنى من الجماهير إنها تقف وقفة بجد المرة دي، علشان بجد دي فرصة إن احنا نقدر نصلح من المنظومة الرياضية في مصر. وأنا عندي رأي كمان، أنا رأيي إن الدوري السنة دي ما يكملش. أنا أهلاوي وبقول الدوري ما يكملش، لأن الأهلي لو أخذ السنة دي الدوري مش هيزودنا في حاجة. لو بيراميدز أخذ الدوري أنا عارف إن هو بيسعى وراه، بس صدقني مش هيزودك في حاجة، ولا الزمالك ولا أي حد ممكن يزوده في حاجة. قصاد روح بني آدم زي اللي مات ده الدنيا كلها تهون. لو كلنا وقفنا وفعلا الدوري ده ما كملش وكل الانديه وقفت وقفه رجاله وقضينا على المنظومه الفاسده دي اللي بجد احنا تعبنا منها، وطول الوقت نقول انها منظومه فاسده منظومه فاسده، ومنظومه مش بس فاسده، ده منظومه فاشله، بتزور وفشل، يعني تزوير وفشل وفساد،
كل حاجه وحشه المنظومه دي بتعملها. وعايز اقول كلمه للجماهير، يا جماعه احنا بعد كده لازم نحترم اللاعبين، لا نضغط عليهم نفسيا، دول بشر، دول بني ادمين. شفت واحد زي احمد رفعت الولد الغلبان ده، يعني ضغط نفسي موت الولد، ضغط نفسي. انا بصراحه انا ما عدتش هتحمل ذنب اي لاعب، انا ما عدتش ان انا هاجي على لاعب ابدا. دي لعبه كره قدم، هيلعبوا خساره مكسب، يا نزعل يا نفرح يا نستمتع يا ما نستمتعش يا ما نتفرجش اصلا، او نتفرج واحنا نتحمل. المهم ان احنا مش هنيجي على لاعب تاني. انا اهلاوي وبقول لشيكابالا حقك عليا، انا بعد كده مش هاجي ناحيتك ابدا. وبطالب كل جماهير الاهلي ملهاش علاقه بشيكابالا تاني، لا تضغطوا عليه نفسيا يا جماعه. ممكن بجد احنا نشيل ذنب واحد فجاه ممكن يموت بسبب ضغط عصبي. ويا جماهير الزمالك مالكمش علاقه بامام عاشور، ويا جماهير الاهلي مالكمش علاقه برمضان صبحي، مالكمش علاقه بعبد الله السعيد. سيبوا اللعيبه، اللي يلعب معانا يلعب واللي ما يلعبش ما يلعبش، احنا نشجع انديتنا وبس، مالناش علاقه بحد غيرنا. وبامانه انا نفسي ان كلنا نتفق اتفاق واحد، ان احنا مش عايزين الدوري ده يكمل، مش عايزين اي كره في مصر طول ما الفساد بالشكل ده، طول ما الوضع هيفضل كده. احنا مش عايزين كره في مصر، ما تلزمناش. ارواح الناس مش لعبه في ايديكم. لو سمحتوا شوفوا لنا حل مع المنظومه الفاسده دي، وهاتوا لنا منظومه تبقى فعلا امينه على مصر وعلى مستقبل مصر وعلى سمعه مصر وعلى شباب مصر اللي بيلعبوا دول باسم مصر، دول شباب مصر. فانا بطالب كل الجماهير وكل السوشيال ميديا انها تتكلم كلها في نفس واحد براي واحد، ان احنا مش عايزين الدوري ده، اهلاويه وزملكاويه، احنا مش عايزين الدوري بالشكل ده يا جماعه، احنا مش عايزين كوره بالشكل ده. ارواح الناس مش لعبه، لحد لما تجيبوا حق احمد رفعت ولحد لما تعملوا لنفسكم نظام يحمي فعلا باقي اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري، لان في عندنا 100,000 احمد رفعت موجود في الدوري المصري. بس كده، نشوفكم في فيديوهات تانية، ويا رب تكون في احسن من كده. وللاسف كل ما اتكلم عن الكرة المصرية وعن منظومة الرياضة في مصر للاسف اقول نفس الكلام. نفسي اتكلم في حاجة كويسة عن منظومة الرياضة في مصر، ونفسي اشوف المنظومة اللي موجودة في مصر فعلا بتشيل هم مصر، فعلا بترفع راس مصر لفوق، فعلا ما بتصغرش باسم مصر. نفسي اشوف المنظومة الرياضية المصرية فخر لجمهورية مصر العربية. شكرا لكم، سلام.